بعض الأخوة ينكر على من يصلي بدون عمامة، فما هو الدليل على المنع؟ وهل لبس العمامة سنة أم لا؟ العمامة تعتبر من عادات العرب التي أقرها الإسلام. نعم، من عادات العرب التي أقرها الإسلام. فأما أنها تصل إلى حد السنية فلا تصل إلى حد السنية، لكن ماذا تعتبر العمامة؟ ماذا يا إخواننا؟ تعتبر عادة، لكنك إذا نويت الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تثاب على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا أمر. وأما الصلاة بدون عمامة فالصلاة صحيحة، ولا ينبغي أن ينكر على شخص يصلي بدون عمامة. ما تنكر يا أخانا إلا إذا عندك دليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، الذي ننصح به هو لبس العمامة في الصلاة وفي غير الصلاة، لكن لو خرج شخص وهو كاشف الرأس فلا ننكر عليه ولا نقول صلاته باطلة، والله المستعان.